السلام عليكم البنات. ندخلوا في الموضوع على طول. عواشة مباركة. اليوم البنات بغا نشارك معكم الرز بالخلطة مع الدجاج مشوي. الدجاج عادي بالتوابل العادية، ماشي بحال التوابل ديال المغرب، وإنما عادية ديال الدجاج المشوي. تعالوا ندخلوا البنات في التقديم على طول. كنتمنى بالله انكم تشجعوني البنات، لايك، اللي ما اشتركش يشترك، ولكم الشكر. كنشكر كل صحاباتي وحبابي اللي قال يا خجل رجعي اليوتيوب كدير لنا حاجات زوينه، الطبخ زوين. المهم البنات عندي هنايا الدجاجه تبارك الله راه كبيره، فيها شي 2 كيلو ونص. عندي قطعتها على 4. انا كنحيد الجلد البنات صراحه. عندي هنايا مطيشه، فلفله حاره، بصله، وراس ديال الثومه صراحه غير صغير. صافي خلطت كلشي في الكبه. وهنايا التوابل، حطيت شويه الملح، شويه البابريكا، شويه الخرقوم معرق، شويه الابزار، شويه السكنجبر، شويه القرفه. المهم كيف ما كتشوفوا كتخلطوه بلا ما. ها هويا صافي. وغدا نحط فيه الدجاج نتبلو فيه. الصراحه هاد التتبيله هادي ممكن ديروها بالليل بحال هكذا وتحطوها في الثلاجه حتى الصباح وطيبوها، كتجي بنينه اكثر. انا اليوم غير والله عشقتيها ونقدرتها صراحه. انا اللي تشهيت على ان البكله خفيفه وغزاله، كتقدم غير بوحدها مع سلطات. بغيتي دير سلطه، لكن اختي في الصيف الواحد ولا كيحير ما عرفنا اشنو نطيبوا. المهم البنات صافي هنايا كنتبلها. غدا نزيد على داك ديال الكبه او الهشوار، ما غسلتوش صراحه. زدت فيه واحد الكاس كبير ديال الماء، خلط داك التتبيله اللي انا طحنتها فيه. صافي زدت عليها شويه الماء وكبيت عليها، وزدت عليها شويه زيت العود البلديه الدريات، زيت البلديه ها هي كما كتشوفوا. صافي ودخلتها طيبتها في الفران الكبير، ما حطيتهاش في ديال الضو الصراحه. صافي هادشي اللي كاين البنات. وندوزو دابا نوريكم الروز ديال الخلطه. صافي البنات هنايا حطيت شويه زيت العود. سمحوا لي ان التصوير كيهرب ليا هاد المرات. حطيت هنايا زيت العود، انا عود كنطيب زيت العود هاد الايام. صافي كنخليه حتى كيسخن. ناخذ بصله كبيره شويه وسط، كنشوحوها مزيان، وكنحكوا عليها واحد 3 الفصوص او 4 الفصوص ديال الثومه كيف ما كتشوفوا البنات. صافي غير هذيك البصله عندي كتبان، كنحط عليها شويه ديال الملح، وكنزود عليها هذيك الفلفله حمراء وفلفله خضراء وشويه التوابل. هانتوما تشوفوا التوابل كيفاش غندير لها البنات. صافي هنا انا خليت هادشي كيتشحر تمام. البنات كتكونوا غاسلين الروز انا درت غير الروز المصري. هنايا حطيت واحد المعلقه ديال مطيشه الحك او مطيشه معلبه. البنات الروز اللي كنستعملوه المصري، طبعا الروز الدمياطي هو اللي عندي راه معروف على العالم كامل، الروز المصري. الروز البنات هانتوما غير تشوفوه دابا. الروز ها هو غسلته حيدته من هذاك المصفى ديالته، حطيته في البانيو. هنايا حطيت شويه الخرقوم معرق، شويه ديال القرفه، شويه ديال البابريكا، شويه ديال البزار، وشويه ديال راس الحانوت، وشويه ديال السكينجبير. لازم البنات هاد الطريقه مجربه ومؤكده. هاد العطريه كتخلطوها بحال هكذا مع الروز. الا مشيتو حطيتو العطريه على البصله وعلى الفلفله كتشوح معها العطريه غتحرق منها، والروز ما غاديش يجي مشرب كله التتبيله. جربوها ديروها شي نهار غتلقاو كلامي صح. انما الا درتها بحال هكذا ما شاء الله كيجي الروز كله شارب هذيك العطريه، زائد البصله والفلفله وديك الخلطه اللي درتها كيجي عرفتي. والله البنات غير سمحوا لي اللي كتوحم ولا اللي غتولد سمحوا لي، ولكن راه كتجي تشهي الصراحه. صافي البنات انايا هنايا كبيت الروز على الخلطه اللي هي البصله وداك الشيء. صافي كبيت عليهم الماء البنات وخليته كيطيب. ان تبارك الله شوفوا خرجت الصينيه البايروكس او اللي فيها الدجاج من الفران، تبارك الله راه باقي كيغلي. والله البنات ما شهيتكم غير سمحوا لي. اكله خفيفه البنات، راه اللي كنطيب في داري هو اللي كنوري لكم. شوفوا تبارك الله الروزه كتجي مفلفله، يعني ما معنى مفلفله كتجيش لاصقه مع بعضياتها. كنتمنى البنات انني نكون نفعتكم او يعني جربوا هذا الشيء وشيروا البنات الفيديو، عطيوه لحبابكم، اعملوا لي لايك البنات. وعواشر مباركه. طبعا البنات كنقدموه مع كاس ديال المانجا. طبعا هذا هو موسم المانجا عندنا هنايا في مصر.